ايوا اليوم نضت جاتني واحد شويه الحداقات وقلت نصايب واحد شويه البغليط بالدقيق الكامل اللي ابن خالته وبالدقيق بالسميد الخالص ما فيه لا دقيق ابيض لا والو. وقلت علاش لا ما نشاركش معكم الطريقه ديال البغليط بدون اختمار، يعني كي تتصايبوه كي تطحنوه كي تطيبوه وتيجي اذا بالنسبه لهذا البغرير عندنا هنا نصف لتر من الماء يكون دافئ. عندنا هنا غنحتاجو ملعقه ديال صغيره ديال الملح، عندنا ملعقه كبيره ديال الخميره الفوريه، وعندنا ملعقه ديال السكر حبيبات. اول حاجه غنديرو السكر حبيبات وسط الماء، غنضيفو الخميره الفوريه، وغادي نحتاجو السميد رقيق بهذا الشكل. هنايا عندي 330 غرام، انا غنشوف شحال غيهز ليا وغنقول لكم. غنحتاج واحد الملعقه باش نحرك، وهنا من بعد ما خلطت الخليط ديالي غاديه نطحن كلشي مزيان. وفي هذه المرحله ملي طحنت الخليط ديالي مزيان غادي نحتاج واحد الملعقه ديال الخميره الفوريه اي ما يعادل 8 غرام. هذه الملعقه انا عابراها تتوزن لي 8 غرام. وغادي نضيف 100 مليلتر ديال الماء دافئ صافي، وغنعاود نخلط الخليط ديالي مزيان. وها البغرير ديالي موجود ونبداو نطيبو فيه. وكمرحله اخيره غادي نضيفو الملح، القياس اللي غادي ندير الملح صافي، وغادي نخلطو. غتكون هذه اخر وبالنسبه للبغرير ديال الدقيق الكامل كيف ما تشوفوا عندي هنايا الدقيق نخالته. هنايا عندي 300 تقريبا 400 مليلتر ديال الماء. غادي نضيف ملعقه سكر، ملعقه خميره فوريه، الملح كيف ما درنا غيكون هو الاخر. هنا غنضيف واحد الكميه وغادي نعبر نقول لكم شحال. هنا عندي 300 ملغ ديال الدقيق. انا غنقول لكم شحال هز ليا. كنظن ان هذه الكميه كافيه. هنا غنطحن الخليط ديالي بالبلندر. هنايا 400 مليلتر ديال الماء هزت ليا 200 هزت ليا 130 غرام ديال الدقيق، عفوا ماشي 200 انما هزت ليا عندنا كيف ما قلت لكم 400 مليلتر ديال الماء. وهنا عندنا 400 مليلتر ديال الماء هزت ليا الدقيق اللي كنت عبرت في الاول 200 غرام. عفوا كنت قلت لكم 300 غرام، لا عبرت 200 غرام وهزت ليا 140 غرام ديال الدقيق. هنا في هذه المرحله غادي نضيف الملح، لان الملح نخليه للاخرى باش تختمر ليا ديما الملح تبقى للاخرى. وهنا ملعقه تكون مع عمرش يعني قل من 8 غرام، واحد 7 غرام ولا 6 غرام ديال الخميره الفوريه. وغادي نعاود نبلاندي الخليط كله ونرجع معكم. هنا البغرير ديال السميد ديالي هو هذا، والبغرير ديال الدقيق كامل هو هذا. هنا خديت مقلاة غير لاصقه وغادي نبدا نطيب فيه مباشره. يعني هذا البغرير اللي درت معكم ما تيحتاج ليه اختمر لا والو، مجرد ما تطحنوه
تتبداو طيبوا فيه. وهنا غادي نبداو نطيبوا في البغرير ديالنا اللي بدون اختمار. وبالسميد فقط، يعني ما فيه لا دقيق ابيض لا والو، بالسميد بوحدو. وهذه البغريره الثانيه، كيف ما تعرفوا البغريره الاولى تجي شويه ناقصه. هذه البغريره الثانيه شوفوا ما شاء الله، شوفوا شوفوا شوفوا. وهنايا شاركت معكم البغرير ديال الدقيق كامل، حتى هو تيجي كله متقب وتيجي خفيف بواحد الدرجه ما تتصور، تيجي لذيذ لذيذ. جربوه راه غادي يعجبكم بزاف بزاف. هانتوما شوفوا تبارك الله كي تيجي ناجح بدون اختمار. صافي هنايا غنطيب الكميه كامله اللي عندي. وهنايا انا تندير واحد الحاجه، هو ان البغرير من تنكملو كله تندهنو كله بشويه زيت الزيتون بهذا الشكل عاد باش نحطو في طبيصيل. وديك الساعه اللي بغى ياكلو بزيت الزيتون تياكلو، اللي بغى ياكلو مع زبيده وعسيله تياكلو مع زبيده وعسيله. المهم هنايا هانتوما تتشوفوا البغرير تبارك الله ما شاء الله داير بحال الشهده وناجح. وشوفوا البغرير ديال الدقيق الكامل كي جا وتيجي لذيذ لذيذ بزاف، ما تشبعوش منه. صافي هنايا غنكون وصلت للنهايه ديال هذه الحلقه ديال البغرير. الا بغيتو توجدوه في المائده ديالكم راه مدهنه تيوجد في اسرع وقت وفي اخر لحظه. هنايا قدمته مع عسيله عسيله بلدي، عسيله حاره وزبيده بلديه. وهذا مكان